صباح الخير. أحلى تحية كبيرة. اليوم الجمعة 25/8/2023. تحية كبيرة لكل المتظاهرين بسوريا، تحية كبيرة لأهلنا بالسويداء، تحية كبيرة لأهلنا في الرقة، في حلب، في دير الزور، في الشمال السوري، في كل المناطق، بدرعا، درعا الأبية. تحية كبيرة لكل أهلنا، وإن شاء الله النصر قريب. وحبيت أبارك لكم اليوم الجمعة بالانتفاضة الجديدة. فرحت قلبنا كبداية للثورة من أول وجديد ونفس الشعارات، وإن شاء الله الثورة وحدتنا، وحدت الشعب السوري بكل طوائفه، بالساحل وبالسويدة وبحمص وبدير الزور وبالشمال السوري وبدرعا. كلياتنا مثل ما بدت الثورة بأنه الشعب السوري واحد 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 واحد، ما بيفرقنا بإذن الله إلا الموت. وهذا بشار وجماعته بإذن الله لزوال، وقربت نهايتهم، وضلوا متابعين، والنصر لثورتنا العظيمة إن شاء الله. وبحب أقول للناس المشككين اللي طلعوا هلا اللي عم يحطوا التعليقات البايخه بالنسبه لاهلنا بالسويداء انه تاخروا وبكير وهلا اجوا من المعارضه ومن النظام. المعارضه الاخوانجيه والاقزام تبع تركيا ما بيطلع لهم يزاودوا على اهلنا بالسويداء نهائي. الدرجه الاولى منعوا 14,000 شاب من شباب السويداء الدخول بهاي المعارك اللي ما بتخدم غير بشار الأسد والكرسي تبعه وجماعته. هذا لحاله فضل كبير على الثورة. حقنوا دماء أولادهم ودماء الشعب السوري، لأنهم ما بدهم يقتلوا الشعب السوري. بعدين الجماعة هلا اللي عم يكتبوا جماعة العمشات والطمشات والفصائل الحقيرة اللي موجودة وعم تغتصب وتعتدي على الناس وعلى أرزاقها وتعمل حواجز ومكتفية بس بمساحة إدلب، خلص الثورة عندهم هنيك بس ومبسوطين بالحال، يعني لا حرب ولا سلم، قاعدين مبسوطين على تشليع واعتداءات على الناس. هدول بيتحاسبوا، هدول أحقر من النظام، وما بيطلع لهم يحكوا لا على أهل السويداء ولا على غيرهم. ما بيطلع لهم يحكوا. أهل السويداء الحق معهم، اللي داقوا من حزب البعث من سنة أول ما تأسس حزب البعث لحد الآن ما حدا تحملوا بالعالم. هجروا أهلهم، سافروا على البرازيل. بيرجع الواحد عمره 60-70 سنة بآخر حياته، يا بيعيش له 2-3، يا بيجي بس على السويداء لحتى يندفن فيها. اللي عم يكتبوا تعليقات من الإخوانجية ومن الفصائل الإسلامية اللي عاملين لحالهم الإسلام وهن ما بيعرفوا عن الدين شيء، وثورة بيفكروا إنه بس بتخصهم إلهم، يعني هدول هن اللي منعوا أهل السويداء من بداية المعركة. لأنه غريب إنه أهل السويداء والله ما خلصنا من حزب البعث لحتى نعلق بالفصائل الإسلامية وبالإسلاميين وبالدواعش وبجماعة الجولاني وبجماعة أبو عمشي وغير أبو عمشي، وهالبضاعة هاي كلها اللي قاعدين هلا عم ياكلوا ويشربوا ويأرجلوا على حساب تركيا وحساب الشعب السوري وحساب الحواجز. فسوريا لكل السوريين، سوريا لكل السوريين، وإلهم فضل أهلنا بالسويداء من زمان. سلطان باشا الأطرش الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة، هو اللي قام بالثورة، هو اللي خلى سوريا هلا اسمها سوريا. كانت تحت الاستعمار الفرنسي. وين كانت الإخوانجية وقت اللي كانت الثورات بعدها سلمية والعالم عم تموت بالشوارع؟ ما سمعناهم إلا بعد مثل ما بيقولوا عصر الهي ولا صاروا بدهم يطلعوا، بدهم يستلموا سلطات، بيستلموا لي حواجز، بدهم يستلموا له سلطة. فنحن ما مستعدين نبدل سلطة الأسد الفاسد بسلطة المتأخونين والإسلاميين واللي عاملين لي شعارات. خوفوا العلوي وخوفوا الدرزي وخوفوا المسيحي وخوفوا حتى الدول اللي كانت صديقة هربت منها، إنه هدول كلهم خدموا نظام بشار الأسد وما زالوا. هدول حسابهم أقوى من حساب
بعد انتصار الثورة إن شاء الله، حسابا مع حساب النظام كله بده يتعرض للمحاكم والانتهاكات اللي عم يعملوها. النصر لثورتنا، وسوريا لكل السوريين. سوريا لابن السويدة ولابن درعا ولابن الساحل ولابن إدلب ولابن دير الزور وللشمال وللجنوب ولكل المحافظات. والنصر إلنا بإذن الله. وأهل السويدة قلبنا معكم، والإيد يا ثوار سوريا، الإيد اللي بدها تمتد على السويدة لازم تنكسر. إذا كان بده يعملها النظام يكملها طائفية، ومثل ما قال بشار الأسد باللقاء الأخير إنه ما في عنده الحل إلا الحرب، فيا حي الله بنبدأ من الصفر. وأهلا وسهلا فيه، ونهاية وخيمة. واللي بده يرجع لعقله، والمغيب، واللي بده يعتذر من أهالينا كلياتنا بالساحل وبغير الساحل إنه كان مغيب وتورط، إلنا قاعدة معه وإلنا حلول. وإن شاء الله ما حدا بيزاود على أهلنا بالسويدة. وتحية كبيرة لكم ولأهل درعا ولكل المنتفضين ولكل اللي جددوا الثورة بسوريا. والسلام عليكم.